السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وعزيزاتي الكرام، على بركة الله نبدأ الحلقة 47 من كتاب طبق الزواج الناجح لزوجي حامد عباس رحمه الله. واليوم إن شاء الله أتكلم عن الزوج من الفصل الثالث بين الرجل والمرأة. تكلمت عن الزوجة كما كتبه حامد عباس في كتابه طبق الزواج الناجح، واليوم أبدأ عن الزوج. هناك أنواع من الرجال يعتبرون المرأة وسيلة للمتعة ويغيرها ببساطة كما يغير الإنسان ملابسه، ولولا أن الشارع حدد سقفا للتعدد لكدس كل منهم أكبر عدد ممكن، وكأنهم في عصر السرايا، عندما كان السيد يملك في يمينه ما يشاء ويتسرع عليهن في الوقت الذي يشاء. لكن هؤلاء أصبحوا يمارسون ما هو أسوأ، فالنصاب عندهم كامل بصفة دائمة، وعند التجديد يتم تسريح واحدة لحساب الجديدة، أحيانا بالقرعة وأحيانا بالأقدم، وغالبا بطرا. والنتيجة أن المرأة تصبح بضاعة قابلة للتغيير والاستبدال في قسوة بالغة. وينسى هؤلاء مكانة المرأة في الإسلام ومكانتها كأم ومربية للأجيال، وليست للمتعة فقط، فالمتعة حق مشترك للطرفين. الله سبحانه وتعالى شرع التعدد لأسباب، وشرطه الأساس العدل، والعدل ليس ميزانا في التقسيم المتساوي، وإنما كذلك حقها في الكرامة والاعتبار، فالعواطف بالتأكيد غير مقدور عليها، فهذه مما لا يملك الإنسان. ولكن كرامة المرأة واعتبارها وسنين العشرة قلت أو كثرت، ولحظات السعادة التي كانت ينبغي ألا تذوب وتتلاشى، فهذه ليست من صفات الرجل عظيم الخلق، وإنما هي صفات مذمومة لا يقرها شرع ولا دين، وليست من قيم الزواج وأصوله. والله المعين. شكرا لمتابعتكم.